يسعد اوقاتكم كل خير يا احلى متابعين. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بالف خير وانتم تشوفون فيديو اليوم. حسب طلبكم حلاوة الحليب او الحلاوة الشوكولاتية او حلاوة التوفي، اسمائها هواي طعمها يجنن باي اسم كانت فيه. وصفتنا سهلة وسريعة وما تحتاج هواي تعب والشغل، وناجحة ان شاء الله من اول مرة. قول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ونبدي نسويها. راح نحتاج نفس الكوب نفس القياس، راح ناخذ كوب من الطحين وكوب من الحليب، راح نضيف عليهم كوب واحد من الزيت، كل المكونات بقياس واحد، ونبدي نخلط بهم أول شي على البارد، وبعدين نشغل النار ونظل نستمر بالحركة أبد ما نتركها نهائي حتى يتغير لونها ونوصل للون اللي احنا نريده. في هذا الوقت نكون محضرين الشيرة على صفحة. الكل كوب من الطحين أنا أضيف كوب شكر، بما أنه عندي حليب وطحين فراح نضيف كوبين من الشكر عليهم 8 كوب من المي، كون لنا شيرة شوية خفيفة مو كلش ثخينة، وعليها رشة لمندوزي أو عصرة ليمون حسب اللي أنتم متعودين عليه. والمنكهات ما راح نضيف شي غير الهيل، طبعا أنا ضايفة هيل ويا الشيرة وهماتين هيل راح نضيفه آخر شي هنا. بعد ما توصل لهذا اللون مستمرين بالحركة مالتنا، أكيد ما نتركها أبدا لأنه راح يحترق، والحليب بالذات ياخذ لون بسرعة. تحبون أغمق أو أفتح من هذا اللون، هذا الشي يرجع لكم. راح نضيف كمية الشيرة وإحنا مطفين النار نخلطها. هنا ضفت نص كمية الشيرة، حسيت بعد ثخينة فكملت وزدت باقي الشيرة اللي عندي. نضيفها بالتدريج حتى نوصل للقوام اللي إحنا نريده. من وصلنا لهنا ضفت الهيل ورجعتها على النار دقيقتين، مجرد تغلي أو تفور أو تبقبق بالمصطلح العراقي راح نطفيها. طبعا نعرف انه هي جاهزة لما تبدي تفصل بهذا الشكل، اذا ملاحظين تفصل عن الجدر او الطاولة اللي بدنا نشتغل بيها، ويكون قوامها متماسك تماما. راح نبدي نوزعها بصحون، واذا حابين نسويها للتوزيعات فراح نضاعف الكمية او نكبر قياس الكوب حسب انتو شقد الكمية اللي تردوها. واذا راح نخليها بعلبة بلاستيك فاكيد راح ننتظرها تبرد او تهدأ شوي وبعدين نبدي نوزعها. الزينة شي يرجع لكم حسب المتوفر الموجود عندكم. دائما احنا القنوات نحاول نوصل او نقدم احسن شي على مود يوصل الفكرة لكل الناس. لهنا نكون وصلنا وياكم نهاية الفيديو، ان شاء الله جربوها وتعجبكم. شاركوني تجاربكم بالتعليقات او على الانستغرام وفيسبوك نفس الاسم والصورة. اذا حابين تشاركون اي فيديو من فيديوهات محرم او اي اكلة انتم حابين تشاركوني بيها. اشوفكم فيديو جديد وافكار جديدة، مع السلامة.